أهلا وسهلا بكم في قناة اكتشف مصر. هتكلم النهاردة عن نهر النيل وأهميته وواجبنا نحوه. وقبل ما أبدأ عايزكم تشتركوا في القناة اللي لسه ما اشتركش، وتعملوا لايك وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. نهر النيل هام بالنسبة لمصر، فلا يوجد حياة في مصر بدون نهر النيل. ليه؟ لأن مصر أرض صحراوية، مساحة أرض مصر 1,200,000 كيلومتر مربع، ولو نظرنا إليها من أعلى سنجدها أرض صحراوية قاحلة يجري نهر النيل في وسطها كشريان الحياة الذي يجري في عروقنا. قال هيرودوت قديما: مصر هبة النيل. النيل يجري من جنوب مصر إلى شمالها عكس باقي الأنهار، ويمر نهر النيل عبر 10 دول هي تنزانيا، رواندا، بروندي، أوغندا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أريتريا، أثيوبيا، كينيا، السودان، وينتهي نهر النيل عند مصر. كان نهر النيل سلة الغذاء. كان القمح يتم إرساله قديما إلى روما. النيل هو مصدر الحضارة، حيث بنى المصريين القدماء على ضفافه الحضارة المصرية العظيمة. لحب المصريين للنيل وتقديرهم له رمزوا إليه في نقوشهم برأس رجل وصدر وجسم امرأة، ويدل هذا على أهمية النيل للمصريين القدماء. فرأس الرجل تدل على القوة والعنفوان، وجسم امرأة يدل على الخصوبة والولادة والحنان. فالنيل في معظم الأحيان هو الخصوبة والقوة والحنان، حيث لا يمكن للمصريين قديما وحديثا أن يعيشوا دونه، يعني لا حياة بدون نهر النيل. تم إذن تصوير نهر النيل على شكل الإله حابي الذي يجمع بين نبات الباردي الذي يمثل مصر السفلى ونبات أو زهرة اللوتس الذي يمثل مصر العليا. هذا الإله حابي الذي يمثل على هيئة رجل وامرأة يقوم بعمل اتحاد بين الشمال والجنوب. الملك نعرمر مينا قام بتوحيد القطرين شمال مصر وجنوبها، مثل النيل الذي يقوم بتوحيد القطرين والممثل على شكل الإله حابي. كانت السفن قديما تصنع من نبات الباردي، وكانت السفن تجوب النيل من شماله إلى جنوبه والعكس. كل مصري قديم كان يقف أمام محكمة الموتى بعد أن يموت ويقسم في العالم الآخر أنه لم يلوث أبدا ماء النيل. كان تلويث ماء النيل عند المصريين القدماء ذنبا كبيرا. أريد هنا أن أذكر إننا لا يحق لنا أن نستغني عن قطرة واحدة من ماء النيل، فالنيل يجري في دمائنا كشريان. لابد لنا أن نتمسك بماء النيل ولا نضحي به أبدا. النيل يصب في البحر المتوسط ويبلغ طوله 6895 كيلو متر، ويعتبر بذلك أطول أنهار العالم. في العصر الحديث يلعب نهر النيل أيضا دورا هاما
فنحن لابد أن نعرف أن نهر النيل ما زال يمثل أهمية كبرى لمصر، فنحن نحصل من نهر النيل على كل ما نحتاجه من مياه الزراعة، وكذلك نحصل منه على مياه الشرب. وزمان قالوا اللي يشرب من مية النيل لازم يرجع مصر تاني. بالنسبة للسياحة، يلعب نهر النيل أيضا دورا هاما، حيث يأتي إلى بلادنا السائحين من كل البلاد ويقومون بعمل نايل كروز، يعني يركبوا بواخر السياحية أو السفن السياحية ويزوروا الآثار المصرية القديمة التي توجد على ضفاف النهر، ويستمتع الناس اللي بيعملوا الرحلة على السفن السياحية، يستمتعون بالمبيت ويستمتعون أيضا بالمناظر الطبيعية الموجودة على ضفاف النيل، ويجلسون على ظهر الباخرة السياحية ليستمتعون بمنظر وجمال نهر النيل وشمس مصر الدافئة. يوجد أكثر من 400 فندق عائم، يعني بواخر السياحية بنسميها الفنادق العائمة. يوجد أكثر من 400 مركب أو سفينة بيقوموا بعمل الرحلة النيلية من الأقصر إلى أسوان وبالعكس. إذا قل منسوب المياه في نهر النيل سنموت جوعا، سنموت عطشا. ادعوا معي أن لا يحرمنا الله أبدا من مياه النيل، فدمائنا فداء لهذا النهر العظيم الذي بأرواحنا ودمائنا نفديه، لأنه مصدر حياتنا. يا رب لا تحرمنا من مياه النيل ولا من أي قطرة، أو لا تحرمنا من قطرة واحدة من مياه النيل. آمين يا رب العالمين. شكرا ليكم، وده اللي كنت عايز أحكيه النهاردة، وأتمنى أن يكون فعلا نال إعجابكم. ولو نال إعجابكم اشتركوا في القناة اللي لسه ما اشتركش، اعملوا حضراتكم لايك، اللايك مهم جدا، وشيروا الفيديو ده عشان الكل يستفيد. شكرا ليكم، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى قادمة. كان معاكم محمد مصطفى، سلام عليكم.